عمرك صحيت من النوم وحسيت إن الحلم كان واقعي زيادة عن اللزوم؟ الصوت والصورة والإحساس اللي كان موجود فيه تقريبا كأن كان حد قاعد جوه دماغك. طب اسمعني لحد الآخر، لأن اللي هقوله دلوقتي مش خيال علمي، دي تجارب حقيقية اتعملت على البشر عشان يسيطروا على أحلامهم وكمان على أحلامك. تخيل إن النوم مش ملجأ، ولكن هو بوابة لو حد عرف يدخل منها يقدر يزرع فكرة، يغير أسلوبك، أو حتى يمسح جزء منك ومن شخصيتك. السؤال بقى، هل ده ممكن ولا ده مجرد هبد ونظريات؟ خليني أقولك إن المخ وهو نايم مش بيقفل، ده بيشتغل أكتر من الوقت بتاع الصحيان بتاعك. في مرحلة اسمها الريم سليب أو REM سليب، المخ فيها بيكون نشط والوعي الدفاعي فيها بيكون ضعيف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني العقل النقدي ساكت، واي صورة او صوت بيعدي بسهولة عليك جدا. وده بالظبط اللي خلى العلماء يقولوا طب ليه ما نستخدمش اللحظة دي؟ تفكير شيطاني مش كده؟ في الخمسينات امريكا عملت مشروع سري اسمه MK Ultra. جابوا مجموعة من الناس، والناس دي تعرضت لحرمان من النوم، أصوات متكررة وهم نايمين، جمل بتتكرر عليهم، مواد بتأثر على الوعي كمان. وفي تقارير بتقول إنهم قدروا يغيروا محتوى الأحلام دي، يزرعوا فيها مشاعر خوف، يربطوا أشخاص بأفكار وهم نايمين. مش كل التجارب نجحت، لكن بعضها نجح، ونجحت بشكل مرعب ومخيف جدا. دلوقتي الموضوع بقى أنظف بس أخطر. في أبحاث كمان عن الساوند كيوز أثناء النوم أو اللايت بولسز، أجهزة بتقرأ موجات المخ. وفي تجارب حديثة قدرت تخلي الشخص يحلم بحلم معين، يتحكم فيه بشكل جزئي، ممكن يغير نهايته، وده اسمه لوسيد دريم اندكشنز. طيب لو ده ممكن في المعامل، ليه ما يكونش ممكن ان هو يتعمل عن طريق السماعات او تطبيقات للنوم او حتى مجموعة اعلانات صوتية؟ احنا بننام والتليفون جنبنا وممكن يكون السماعة في ودننا. لا، وخلي بالك ان الواي فاي متوصل عندنا كمان. سؤال واحد بس، مين قالك ان احلامك دي ممكن تكون ملكك؟ خلينا ندخل في سؤال تاني، ان الاحلام دي مش مجرد صور، دي مجموعة ذكريات على مخاوف على شوية رغبات جواك. يعني العقل بيبدأ ان هو يعمل لك ميكس لذيذ كده ما بين الافكار بتاعتك. لو حد قدر يغيرها يبقى قدر يغيرك، ومن غير ما تحس ولا تقدر تفهم. ولكن الاخطر انك تصحى فاكر ان القرار ده كان قرارك انت، مش حد تاني بدأ يدخل يتلاعب فيه. انا هنا مش بتكلم معاك ان حد بيتحكم فيك دلوقتي، بس بقول ان الاداة موجودة والتجارب حصلت فعلا قبل كده، والحدود بتاعت العلم والتجارب دي ما بتقفش عند مرحلة واحدة، وكمان بتتوسع. تعالى نتكلم ونفهم اكتر ازاي نقدر نحمي نفسنا، وازاي ان الاحلام بتتسرق. ممكن نبدأ نعمل رياليتي تشيك، ونبدأ ناخد بالنا عن طريق بعض الحاجات اللي ممكن نعملها قبل ما ننام. اولا، ما نستخدمش التليفون قبل ما ننام لمدة ساعتين على الاقل. تاني حاجة، ابعد التليفون عنك تماما وانت نايم، وياريت لو تقفله يكون احسن. تالت حاجة، ركز كويس واعمل تمارين استرخاء قبل ما تنام، علشان مخك يبدأ ان هو يفصل ما بين الواقع اللي انت عايش فيه ويجهز نفسه لمرحلة النوم. وما تنساش تصحى من الحلم قبل ما الحلم يسيطر عليك. وخلي بالك علشان أحلامنا ممكن إن هم يسيطروا عليها. وقول لنا رأيك في الكومنتات، هو الأحلام ممكن تتسرق فعلا؟
أو حصلت معاك حاجة زي كده، ولا دي مجرد تهيؤات وكلام على الفاضي بيتقال؟ مستني رأيك في الكومنتات. شكرا جدا ليكم.